السلام عليكم. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وبيراميدز: يعتذر للأهلي ويتهم بيراميدز باتهام خطير جدا لن تصدق ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا بعد انتهاء المباراة الخاصة بالأهلي وبيراميدز واللي انتهت بفوز النادي الأهلي واقترابه من ملاحقة بيراميدز بعد فوزه في المواجهتين الأخيرتين بينهم، وده طبعا الفوز رقم 15 على التوالي. وبعد انتهاء تلك المباراة وبسبب الحالات التحكيمية اللي أثارت جدل واسع بسبب القرارات التحكيمية خلال المباراة واللي جعلت الكثير بيهاجم حكم المباراة، بعد انتهاء اللقاء وفي تصريح غير متوقع ومفاجئ لحكم المباراة أدلى بتصريحات نقلتها قناة طبعا جول الألمانية، وقال: أنا سعيد باختياري فعلا لإدارة مثل هذه المباراة، مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، وأعتقد بأنني تمكنت من إدارة المباراة بشكل جيد إلى حد ما، ورغم ذلك تعرضنا للانتقاد من الكثير في الحالات التحكيمية خلال هذه المباراة، ولكن أنا لدي شجاعة أن أقول بعض الحالات التحكيمية التي لم يحالفني التوفيق فيها، ولكن هذا موجود في كرة القدم. هناك 3 حالات، إحداهما ضربة جزاء للأهلي نتيجة شد واضح قام به لاعب بيراميدز للاعب الأهلي، ولكن أنا لم أشاهدها، والفار لم يقوم باستدعائي خلال هذه اللقطة، وده أمر محزن جدا لي لأنني شاهدت هذه اللعبة بعد انتهاء المباراة وفعلا كانت تستحق ركلة جزاء للنادي الأهلي. وأيضا في حالتين تانيين ضد فريق الأهلي نتيجة استعمال لاعبي بيراميدز القوة الزائدة في بعض الألعاب، وهذا أمر غريب. فمنذ بداية المباراة وفي تدخلات قوية من لاعبي بيراميدز على لاعبي الأهلي، وبصراحة كانت خطيرة جدا وكان ممكن تعرض لاعبي الأهلي لإصابات صعبة، ولكن أنا أشهرت الإنذار للاعبي بيراميدز في أكتر من حالة وكان ده واضح للجميع، ولكن هناك حالتين للأسف كانوا يستحقوا طرد مباشر للاعبي بيراميدز، ولكن الفار لم يقوم باستدعائي خلال تلك الحالات، ولا أعرف السبب الذي منع الفار من استدعائي، ولكن عندما شاهدت هذه الحالات بعد انتهاء المباراة حزنت جدا لعدم إشهاري لكارت أحمر آخر بسبب التدخلات اللي من الممكن أن تؤدي لإصابات بالغة للاعبي الأهلي، ولكن ما عدا ذلك أعتقد بأننا أخرجنا المباراة بصورة تليق بحجم وقيمة نادي الأهلي ونادي بيراميدز. نادي البيراميدز أنا لغيت ركلة جزاء فعلا ليهم، ولكن هي ما كانتش ركلة جزاء وكان يجب على الفار عدم استدعائي، لأنني من البداية قلت إنها ليست ركلة جزاء.